النهارده جايبه لكم وصفه الانقاذ. بجد لو مش عندك لحمه مفرومه وعايزه تعملي وصفه باللحمه المفرومه، هنعملها بمنتهى البساطه ومحدش هيفرقها خالص عن اللحمه المفرومه الطبيعيه اللي كلنا عارفينها. وكمان المفاجاه ان احنا هنعملها من الفراخ. ازاي هقولك، بس كملي معايا الفيديو للاخر. وما تنسيش لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل علشان تشوفي كل وصفاتي، وكمان تعملي لايك للفيديو علشان اكبر عدد ممكن من المتابعين يتفرجوا عليه. كملي معايا الفيديو للاخر وتعالي اقولك هنعمل اللحمه المفرومه ازاي. وكمان عايزه اقولك هنعمل بيها رغيف لحمه تحفه جدا. على فكره دي مش بيتزا، ده رغيف لحمه، لان هي زي ما انتم شايفين ارتفاعها مختلف شويه عن البيتزا، سميكه عن البيتزا. والعجينه بتاعتها تحفه جدا، هتلاقوها هنا على القناه. يلا كملوا معايا الفيديو ويلا بينا نقول هنعمل اللحمه المفرومه ازاي من الفراخ. واول حاجه معايا نص كيلو من قوانص الفراخ من غير كبد، انا بس ضايفه عليهم القلوب بتاعه الفراخ ومفتحاهم زي ما انتم شايفين عشان بيبقى جواهم دم، وغسلهم كويس جدا ومصفيهم. ومعايا بصل، ممكن تحطي بصلايه واحده او 2 أو 3 على النص كيلو القوانص. لو حابه انك تزودي او تقللي دي حاجه ترجعلك، لكن الطعم واحد وهتطلع مظبوطه جدا بطعم زي طعم بالظبط اللحمه المفرومه ومش هتفرقيها. اول حاجة بقى هنزل بيها هنا، هنزل بالبصل، وانا هنا مقطعاه علشان خاطر يسهل عملية انه يتفرم الاول في الكبة، وبعدين هفرم بعدهم القوانص. طبعا عشان ما ازفرش الكبة لازم افرم البصل الاول وبعدين هفرم بعدها القوانص. البصل هيتفرم للدرجة اللي انتي هتشوفيها. طبعا احنا مش هنعصره، مش هننعمه جدا، يعني انا كنت ممكن اني اعمله بالمبشرة، بس انا مش محتاجاه مبشور، انا محتاجاه مقطع تقطيعة وسط، ولا يكون ناعم قوي ولا يكون خشن قوي، يعني التقطيعة بتاعتنا هتكون وسط. طبعا ممكن تستغني عن الخطوة دي وتعمليه تقطعيه على ايديكي يعني، لكن هنا بما اني بقى هشتغل في الكبة فقررت اني هعمله في الكبة قبل لما افرم القوانص. هفضي بقى كل كمية البصل دي في الطبق، وبعدين هجيب بقى القوانص عشان افرمها في نفس الكبة كده على طول. مطرح البصل مش محتاجة اني اشطفه من البصل، لاني كده كده هنزل على البصل ده مع القوانص. طبعا القوانص بتاعتنا مغسولة كويس جدا وكمان متصفية. هنزل بيهم في الكبة وبعدين هبدأ اني اضربهم في الكبة واشغل واطفي لحد لما احصل على التقطيعة اللي انا عايزاها. طبعا اللحمة المفرومة بتاعتنا ما بتبقاش ناعمة قوي ولا بتبقى خشنة، يعني هنفضل نضرب فيها لحد لما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها، وانا هوريها لكم في الحالتين. بعد لما اضربها اشوفها الاول اتخفقت كويس واتضربت كويس ونعمت ولا لسه خشنه. كده انا ضربتها وزي ما انتم شايفين كده لسه فيها قطع خشنه لسه، كأننا مقطعينها بالسكينة، واحنا مش عايزين كده. هنزل بقى الجوانب علشان الحتت اللي لسه ما اتقطعتش تتعمل، وبعدين هشغل الكبة تاني وهعمل اللي هي ايه ضربات كده، اسيب واشغل واسيب واشغل واسيب لحد لما الاقي الكبة بتاعتي فرمتهم كويس زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللون اختلف والقوام بتاعها اختلف. هاخدها بقى وافضيها في الطبق بتاعي، وبعدين هروح بقى على البوتاجاز علشان خاطر نبدأ نسويها كده مع بعض. وفي طاسة على النار هحط معلقة كبيرة من السمنة وشوية كده من الزيت، ونسخن الطاسة كويس ونبدأ ننزل بالقوانص بتاعتنا. هنا لو تلاحظوا انا ما كنتش لسه نزلت التوابل، هنزل بيها اول ما اللون يتغير. هنزل بربع معلقه من الفلفل الاسود وربع معلقه من الكزبره الناشفه والسماق والبابريكا، وكمان توم باودر وبصل باودر ورشه من جوز الطيب. وبعدين بقى بقلبهم كويس جدا مع التوابل الجميله دي علشان خاطر تاخد كده من طعمهم وريحتهم. ولو شمتوا ريحتها في الوقت ده بجد هتتاكدوا ان هي لحمه مفرومه ومحدش هيختلف معاكم في طعمها. وبعدين بقى هنزل عليها بالبصل المفروم وهبدا اني اقلب.
هنا لما نزلت البصل ممكن تحسي ان البصل كتير شوية، لكن لما هيدبل ويستوي مع القوانص هتلاقيه زي ما انتوا شايفين كده هو حجمه بيقل جدا، وكمان بيبقى طعمه مسكر جدا جدا في الوصفة دي. ولو حابة انك انت بقى تحطي شوية من المية قد معلقتين عشان تأكدي التسوية بتاعت القوانص، لان هي انت عارفة انها بتاخد وقت شوية في التسوية. لكن في الوصفة دي يعني لو انت هتسويها مع حاجة تانية ما تحطيش مية، وهي هتكمل تسويتها في حاجة تانية. مثلا لو انت هتعملي مكرونة بشاميل او جلاش او رقاق، فهي بتكمل السوا بتاعها. هنا بقى اللحمة المفرومة بتاعتنا استوت، او القوانص بتاعتنا استوت. ممكن تقدري تقولي عليها لحمة مفرومة كدابة، لكن هي فعلا طعمها بالظبط زي اللحمة المفرومة. هنا انا كنت عاملة رغيف عيش ودهناه بالصلصة كده زي بتاعة البيتزا بالظبط، بس انا ما كنتش يعني عايزة اعمل بيتزا. وحطيت عليها كده، حطيت على الرغيف اللحمه المفرومه اللي عملناها، وانزل عليها باي نوع جبن. انا هنا هنزل بجبنه رومي مبشوره، وهحطها كده على الوش وهسيبها تخمر كده لمده 10 دقايق. هولع فيهم الفرن، وبعدين هدخلها الفرن على درجه حراره 180 درجه لمدة 10 دقايق. وزي ما انتوا شايفين رغيف اللحمة لما طلع معانا زي الجاهز بالظبط. عايزة اقول لكم ان معظم المحلات بتزود اللحمة المفرومة او بتعمل الوصفة دي لبديل للحمة المفرومة بما انها ارخص. عايزه اقول لكم جربوا الوصفه ومش هتندموا، بجد الوصفه تحفه جدا وهتعجبكم قوي قوي. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفه. لو حابين تعرفوا العيش عملته ازاي، انا هكتبه لكم في صندوق الوصف، وكمان الوصفه كمان موجوده عندي على القناه. لو وصلتي معايا لحد هنا والفيديو عجبك، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، كومنت جميل منك، واشتراك في القناة لو ما كنتيش لسه مشتركة. واشوفكم على خير، وسلام عليكم وباي باي.